بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة ترخيص المرور، بنحاول نرد فيه على أهم أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة في خلال الأسبوع. لو المهتم ويهمك تابعنا في النهاية وأكيد هتستفيد. أحمد عيد بيسأل: معايا عربية سوزوكي نقل، ينفع أغير الصفة الترخيصية الملاكي ولا لأ؟ فبنقول بالنسبة لتغيير الصفة الترخيصية من نقل إلى ملاكي للسيارات المينيفان 7 راكب، ده المفروض إن أنت بتجيب جواب من الشركة اللي هي المنتجة العربية أو مصنعة العربية، لو العربية إنتاج محلي. بيقول في الجواب ده، الجواب ده بيقول إن تم تعديل شكل السيارة من نقل فان إلى نقل ركاب بمعرفة الشركة، وتم تجربة السيارة للسير على الطرق المصرية. يبقى اللي يملك تعديل في التصميم الأصلي هي الشركة المنتجة للعربية أو المجمعة للعربية إنتاج محلي. جبت جواب من الشركة اللي عدلت، بتفحص وبتغير الصفة الترخيصية من نقل لملاكي مينيفان 7 راكب لو الترخيص فاتح في المحافظة بتاعتك. تمام؟ أنا دلوقتي معايا رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة، خدت تصريح مؤقت للتأمينات وعاوز أغير الرخصة الخاصة. فإيه اللي بيتم؟ الرخصة الثالثة المهنية أقوى من الرخصة الخاصة، ولما بتيجي تغير الرخصة المهنية برخصة خاصة ما بتمتحنش تاني، بتغير من غير اختبار في القيادة. بس حضرتك لو معاك رخصة ثالثة حاول تجددها وتدفع التأمينات بتاعتها أفضل، لأنك هتستفيد بعد كده بالمدة التأمينية اللي أنت كنت دافعها للرخصة المهنية. الرخصة الخاصة متحصلين عليها في أي وقت، تقدر تنزل من المهنية لخاصة. دي نصيحتي ليك، جدد الرخصة المهنية، ادفع التأمينات بتاعتها، امشي بيها عادي. تمام؟ لأنك هتستفيد بالمدة التأمينية اللي أنت دفعتها بعد كده. إنما الخاصة يعني ما فيش تأمينات عليها وما بتستفيدش بيها غير إنك تستخدمها بس في القيادة. فلو معاك رخصة مهنية ما حدش طايلها دلوقتي، حاول تجددها، تدفع التأمينات بتاعتها عشان تستفيد بيها بعد كده. تمام؟ طيب هتنزل من المهنيه الخاصه ازاي؟ تعمل شهاده مخالفات للرخصه المهنيه، تاخد بيانات التامينات، تقفل التامينات والنقابه، وتخش بعد كده الكشف الطبي بتاع الرخصه الخاصه، تستبدل الرخصه المهنيه برخصه خاصه بدون اختبار فني في قياده السيارات. تمام؟ بس النصيحه اللي زي ما بقول لك، خلي الرخصه المهنيه معاك وحاول تجددها وتدفع التامينات بتاعتها، هتستفيد بيها بعد كده. في حد بيسال: أنا مرافق لأخويا برخصة قيادة مهنية، هل يجوز إن أنا أحول الرخصة المهنية الخاصة وأبقى مرافق برضه بالرخصة الخاصة ولا لأ؟ فبنقول بالنسبة للمرافق الشخصي لو مش من أقارب الدرجة الأولى فلازم يكون معاه رخصة قيادة مهنية، تمام؟ ويسدد تأمينات سواء في مكتب التأمينات التابع له ذوي الإعاقة. حضرتك معاك رخصة مهنية، مرافق لأخوك، تدفع تأمينات سواء، جدد عدل لحد ما القانون يتعدل. القانون اتعدل سمح بانك تسوق برخصه خاصه، مفيش مشكله. انما لحد الان اللي بيسوق برخصه خاصه هو المرافق بس من الدرجه الاولى، اللي هو الاب والام او الابن او الزوجه. خلاف دولت او خلاف اقارب الدرجه الاولى لازم يكون معاك رخصه مهنيه وتدفع تامينات السواق. احنا في انتظار التعديل دوت وبننادي بيه من زمان. ما قالش ان انا اكون قايم على اخويا او على اختي واروح اجيب سواق خاص من بره يسوق بيها العربية. تمام؟ فاحنا في انتظار التعديل دوت، ربنا ييسر حل للجميع. خالد علي بيسأل: أنا شارك توكيل، في نمرة وقعت من نمرتين، أعمل إيه عشان أرخص باسمي بعد كده؟ فبنقول لو رخصة تسيير سارية لسه، تطلع الشارع العالي برخصة السارية والتوكيل اللي معاك، تعمل عقد مسجل لنفسك. عملت العقد المسجل، تطلع على اسم الشرطة وتعمل مذكرة فقد للوحة اللي وقعت، تطلع على نيابة المرور أو البريد، تطلع شهادة براءة ذمة. لو حضرتك نفس الوحدة مرور ترخيص العربية، بتنقل الملكية عادي. بتنقل الملكية إزاي؟ بتفحص، تسجل الفحص، تطلع على شباك التراخيص، تسلم الورق بتاعك اللي هو معاك، الرخصة القديمة، التوكيل، العقد المسجل اللي سجلت بيه لنفسك، اللوحة اللي فاضلة، ومذكرة فقد اللوحة التانية. تسلم الحاجات دي كلها وتاخد لوحات جديده باسمك، لانك ما ينفعش تاخد نفس الرقم تاني طالما في لوحه واقعه. هتاخد رقم جديد بلوحات جديده برخصه جديده، تدفع
ضريبة المرور بسنتين كمان لو انت عاوز ترخص 3 سنين والرخصة فيها سنة. طب لو الرخصة منهية، الرخصة منهية وانت نفس الوحدة بتعمل نفس الكلام وترخص باسمك وتنقل الملكية باسمك بعد تسليم مذكرة الفائد الرخصة القديمة واللوحة اللي فاضلة. طب انا لو مرور تاني في الحالة دي بتحتاج شهادة نقل قيد. شهادة نقل قيد مكتوب فيها ايه؟ لا يطلب باللوحات المعدنية لان بتسلم اللوحة اللي موجودة معاك واللوحة التانية بالمذكرة وشهادة المخالفات والرخصة القديمة وتاخد بيانات نقل قيد المرور بتاعك. تمام؟ احمد ابراهيم بيسأل في استعلام على الافراد لما اجي ارخص العربية ولا لا؟ فبنقول الموظف بيطلب منك تختم صورة البطاقة من مباحث المرور والمباحث بتستعلم على اسمك من قاعدة بيانات الحاسب الآلي اللي هي خاصة بمباحث تنفيذ الأحكام. عليك حكم بيسلموك لمباحث تنفيذ الأحكام، ما عليكش حكم بيأشر لك على البطاقة لا توجد لديه أحكام مسجلة وتكمل إجراءات ترخيص العربية. يبقى لو في حضرتك عندك مشكلة أو عندك حكم حاول تحل مشكلة الحكم الأول، ربنا ييسر لك تاخد براءة وبعد إيقاف تقدر ترخص العربية. إنما لو في حكم قضائي الأمين بتاع المباحث كشف عليك لا في حكم قضائي مقيد عليك ولو كان حكم غيابي بيبعتك لمباحث تنفيذ الأحكام. تمام؟ كمان بتسأل والدي كان عنده عربية معاقين كانت مرخصة باسمه توفاه الله، عملنا الإجراءات اللي حضرتك قلتها ورخصنا بالفعل باسم الورثة. هل يجوز لأي حد من الورثة يسوق العربية بنفسه؟ فبنقول العربية أصبحت من ضمن أعيان التركة مال منقول موروث. تمام؟ وبالتالي طالما العربية على حظر الجمارك بتجيب موافقة الجمارك على تغيير المنتفع من العربية اللي هو الورثة. العربية رخصت باسم ورثة المرحوم فلان والمسؤول فلان. في الحالة ديت كل الورثة المذكور أسمائهم في إعلام الوراثة ينفعوا أو يعرفوا يسوقوا العربية بنفسهم. تمام؟ طالما مذكورين في إعلام الوراثة. الاسم المذكور في الرخصة ده اسم المسؤول عن العربية تجاه المرور، سداد الضرائب، سداد التأمينات، الكلام ده كله. إنما العربية مملوكة للورثة جميعا، من حق أي حد فيهم يسوق العربية في أي وقت. تمام؟ بس خلي صورة من إعلام الوراثة في العربية بحيث أي حد من الورثة لجنة وقفته أنت صفتك إيه؟ أنت فلان؟ لا أنا مش فلان ده أنا أخوه. اللي يفيد اللي هو إعلام الوراثة الموجود معاك اللي بيقول إن حضرتك من ضمن الورثة، يبقى من حق أحد من الورثة يسوق. تمام؟ دون النظر اللي هو مقيدة باسمه العربية اللي هو المدير المسؤول. يبقى المدير المسؤول يسوق، أي حد تاني من الورثة يسوق طالما العربية مرخصة باسم الورثة. تمام؟ نتمنى الإفادة للجميع. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك بالقناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.